يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. لازم يعرف يا جماعة الأبهات والأمهات الجدد إن لازم عشان نربي أولادنا ونبقى عملنا اللي علينا إن نتفرغ لهم بجزء من وقتنا، لأن تلتين التربية هو امتصاص من أفعال الأب والأم اللي هم القدوة للطفل أو اللي ملتصقين جامد بيه في حياته اليومية، والتلت اللي هو التعليمات اللي انت بتديها له عن طريق الارشادات والنصايح وتديهم خبرتك. فلو انت ما فرغتش جزء من وقتك كبير لأولادك سواء أب أو أم على قدر المستطاع، فأنت كده مش بتربيهم، أنت كده بترعاهم. فرق كبير بين الرعاية والتربية. بترعاهم زيك زي بتراعي يتيم، بترعى يتيم تكفله أكل والتعليم وشرب ولبس، لكن أنت مش موجود معاه. وهكذا في ناس كتير، في أطفال كتير عندنا مربيهم الخدامين ومربيهم الجدة ومربيهم الخالة ومربيهم، لأن هم أكتر وقت بيسيبوا ولادهم مع. خلي بالكم بتسيبوا ولادكم مع مين، وحاولوا تفضلهم على قد ما تقدروا وقت لتربيتهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.